السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وفيديو شرح جديد. النهاردة هنشرح بإذن الله حدث الجينجا، واللي هو حدث لو انت ما تعرفوش يعني حدث بتاعت لعيبة البرازيل. وهقول لك ازاي تجيب 400 توكن ترقية تصنيف و2000 جوهرة ولاعب 117. فهقول لك ازاي تجيبهم مجانا واشرح لك الحدث بالتفاصيل. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تحط لي لايك واشتراك، وتقول لي في الكومنتات رأيك في الفيديو وأفكار تانية أعملها يعني، وأنا هرد على كل الكومنتات وهشوفها. فمن غير كلام كتير يلا نشرح الحدث. أول حاجة كده نجيب الحدث جينجا. هو الحدث دوت حدث البرازيل. الحدث دوت انت المفروض تلحقه كده قبل ما يروح، الحدث ما بيطولش. اول حاجه اول ما بتخش بتلاقي الواجهه ديت قدامك في انتقال لتصريح النجم. في تسريح نجم في الحدث تعرف تشحنه لو انت بتشحن مثلا. والله انا بص معرفش، في اهو هاخد منه حاجات واقول لكم ازاي تلعبوا في تسريح النجم دوت وتجيبوا الصوره ديت. جينجا ديت صوره حلوه و100 ترقيه تصنيف وبتاع. هقول لكم كل حاجه. اول حاجه في الواجهه اللي قدامك ديت بتبصوا هتلاقي احصل على تذكرة اللي هي معمول عليها صح. اول حاجة ما بتخش بيجيلك احصل على تذكرة جينجا مجانية ديت، انت بتاخدها كده بتخش تدوس مجانية كده وبتفتحها بتجيلك. تاني حاجة انت بتلعب مثلا لعبة المهارة ديت وبيجيلك فيها كارتين ونقط تصريح. عشان تاخدها وتفتح تجيب ترقية تصنيف وكده. وهنلعب لعبة المهارة ونقول لكم تعملوا ايه بالتوكن. واقول لكم بالكروت اللي انتوا بتجمعوها من البتاعة ديت اهو، واللي هي المجانية والمهارة ديت، اقول لكم تعملوا ايه بالكروت ديت. وناخد اللي هي الكروت اللي هنجيبها وناخد نقاط تصريح النجم وكده. انت دلوقتي انا بقى معايا تذكرتين معمولين فوق كده على الشمال. التذكارات ديت انت بتلعب مثلا تلعب مباراة، لو فزت بالمباراة بتاخد 2 فوز، ومهام كده بتعملها بتاخد نقط كتيرة. ممكن مثلا تلعب هجوم تنافسي، لو فزت هتاخد 7 نقاط جينجا وهتاخد حاجات كده. ممكن تلعب وجها لوجه تاخد 10 لو فزت نقاط تصريح كده. المباراة ديت بتكون قدام ذكاء اصطناعي. فدولت اللي انت بتاخدهم. انا